السلام عليكم. بمدينة فاس تسير أشغال إعادة تأهيل ملعب فاس الكبير بخطى حثيثة استعدادا لاستضافة كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 بحول الله تعالى، حيث تم الشروع في إعادة تهيئة كافة مرافق الملعب داخليا وخارجيا. كما يشهد محيط الملعب تحسينات شاملة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجماهير وللاعبين. وستقسم أشغال تحديث ملعب فاس على مرحلتين: الأولى ستمتد لغاية 2025 حينما سينظم المغرب كأس أفريقيا، وستهم تحديث كافة مرافق الملعب خاصة المنصة الرئيسية ومستودعات الملابس ومنصة الصحافة. ومباشرة بعد نهاية كأس إفريقيا 2025 ستنطلق أشغال المرحلة الثانية، والتي ستغير معالم الملعب بشكل كبير، حيث سيتم إضافة مدرج إضافي مكان الحلبة المطاطية التي سيتم إزالتها بالكامل ليصبح الجمهور أقرب من محيط المستطيل الأخضر، مما سيجعل طاقة الملعب الاستيعابية ترتفع، فضلا على تغطية الملعب بالكامل وتزيين الجوانب الخارجية بشاشات عرض عملاقة مع بناء مرآب للسيارات وتحديث الولوجيات. ويتوقع أن تساهم هذه التطورات في تحسين تجربة الجماهير واللاعبين بشكل كبير، كما ستساهم في تعزيز مكانة المغرب كوجهة رياضية عالمية.